السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معايا في قناة وصفات ومعلومات. يا رب تكونوا بخير جميعا وفي احسن حال. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. عايزه اقول لكم ان انا الحمد لله رجعت من العمرة بقالي حوالي يومين كده. وحشتوني جدا جدا والله، والحمد لله دعت لكم كلكم بجد من قلبي، والحمد لله ما نسيتش حد خالص. كل اللي وصاني بالدعاء الحمد لله اتذكرت ودعت لكم كلكم. يا رب يتقبل مني ان شاء الله يا رب، وربنا يكتبها لكم ان شاء الله. حبيت كده ادردش معاكم شويه واقول لكم انا اشتريت ايه وانا جاي من هناك. وبرضو انا عامله الفيديو ده اصلا عشان اقول لكم ان انا رجعت الحمد لله واسلم عليكم واوريكم شويه حاجات كده انا جبتها من السعوديه وانا راجعه. كلنا عارفين طبعا لازم بنجيب معانا كده شويه هدايا. انا اشترينا كده شويه سجادات صلاه زي دي كده، يعني كذا شكل مختلف. دي سعرها 8 ريال. كانت ب10 بس احنا يعني فصلنا وخدناها ب8. كذا شكل كده. ده شكل تاني، وده لون تاني بني تقريبا او نبيتي. دي الزرقاء كحلي ودي زرقاء. وعايزه اقول لكم اشتريت كمان جبت مسك ابيض. ده ليا انا بحب ريحه المسك الابيض قوي. ريحته منعشه كده وجميله. دي كانت ب3 ريال، انا قلت له بريالين تقريبا خدتها منه بريالين. واشتريت كمان كده دي روايح مختلفه، مسك وفل وكذا نوع ريحه حلوه كده برضو هدايا. ديت ب5 ريال. دي انا شاريها من المدينه مش من مكه. واشترينا كمان طبعا كان في سبح كتير وحاجات زي كده، سبح وسواك والحاجات دي. بس طبعا جوزي اخدها مع الشغل هدايا لزمايله وكده فما لحقتش اصورهم. دي تقريبا مش فاكره كنت جايبه دول ب5 ريال الاتنين من المدينه برضو. شكلهم حلو دول هدايا برضو. واشتريت دول الغوايش دي شكلهم عجبني قوي فقلت اشتريهم كده افرح بيهم. يعني هما طبعا اكسسوارز مش ذهب، يا ريتهم كانوا ذهب، حلوين قوي. دول ب20 ريال. هما تقريبا 8 ل4 ب10. فانا قلت كده يبقى شكلهم حلو في ايدي، بس ما اعرفش بقى بيبيضوا ولا لا. واشترينا كمان دي صيره كده لعمر ابني عشان حاجه كده دي من مكه برضو. هو طبعا فضل يلعب بيها لما الحجاره شطبت. دي بتقول لبيك اللهم لبيك. مش عارفه بابا جابها له بكام. واشتريت كمان يا بنات اسدالات صلاه كده. ده انا اخترت اللون ده. هو تقريبا ب15 او ب20 ريال مش فاكره قوي. هو واسع كده وحلو له من قدام كده زي حجاب. هو منه اسدال كده ونازل منه طرحه بالشكل ده كده. كل اللي بيروح عمره يعني يعمل عمره ده بيبقى عارفها يعني. الاسدال ده انا مش هفتحه عشان ده هديه عشان اختي. ربنا يخليها لي، هي اللي كانت قاعده بالبنات، سبت لها البنات يعني ما خدتهمش معايا عشان في ناس خوفتنا من الزحمه وكده ومرضتش اخدهم. فخدت ابني الصغير بس لانه مرتبط بيا قوي. وده ايباد كده بيعلم القرآن. في صور كتير الاجزاء 10 الاخيره. في مثلا ده كأنه ايباد بس قرآن يعني وكده. صدق الله العظيم. بصوت الشريم والسديس حلوة قوي. باباهم كان جايبها لهم برضو، معرفش الحقيقة بكام. صدق الله العظيم. تعليم يعني قرآن او تحفيظ قرآن للاطفال كده حلو ومسلي. واشتريت كمان يا بنات للبنات برضو سجادات صلاة صغيرة كده.
على قد سنهم يعني، للاطفال الصغيرين، عشان تشجعهم على الصلاة وشكلها حلو برضو، يفرحوا بيها كده عشان يتشجعوا ان هم يصلوا. للبنات الواحدة ب5 ريال، ما رضيش يفاصل فيها خالص، بس هي تستاهل بصراحة. كان في نوع تاني بس كان اقصر من كده شوية، اللي هو نفس القماش بتاع السجادات العادية دي، بس انا جبت دي علشان طويلة شوية يعني. واشتريت كمان يا بنات كحل. الكحل ده لما كان مش مطحون كان بيلمع قوي قوي، حجر ناعم وحجر لامع قوي جدا يعني، شكله كان جميل. انا جبته مطحون بس حسيت ان هو عفوا انا صدري تعبان شويه، اخدت دور برد جامد جدا هناك، مش قادره اقول لكم تعبت قد ايه بجد، والحمد لله على كل حال. كنت بموت بصراحه، لولا زوجي الحمد لله كان شغال عليا بالكمادات التلج وكده، كنت ضايعه خالص الحمد لله. دوت ب5 ريال برضو، بس انا هطحنه شويه كمان علشان انا حاسه ان هو خشن شويه. اشتريت كمان يا بنات خمار كبير ليا للصلاه يعني، ده شكله طويل كده، علشان مثلا لو انا مش لابسه، لو مش عايزه البس الاسدال ولابسه مثلا حاجه يعني يبقى حلو طويل ويداري وحلو. ده للصلاه برضو، ده ب15 ريال، حلو. بحب انا الخمار الطويل ده في الصلاه عشان ما نضطرش نلبس الاسدال ساعات. وطبعا اشتريت حنه، دي حنه الكيلو منها ب15 ريال. حنه يمني، بتبقى جميله قوي قوي، لونها بيبقى واضح وحلوه كمان لشعر البنات. واشتريت كمان طبعا دي علب تمر هدايا برضو. العلبه من دي ب10 ريال، مش غاليه، حلوه قوي. ده تمر المدينه، دول هيبقوا هدايا برضو. واشترينا كمان تمر عادي كده بالكيلو، مش عارفه برضو زوجي جايب الكيلو من ده، مش غالي برضو، تقريبا ب15. تمر المدينه بيبقى حلو. وطبعا جبنا معانا ميه زمزم. واشتريت كمان للبنات خمارات كده، خمار يصلوا فيه برضو على اللبس بتاع البيت مثلا، ده ب5 ريال، مش غالي، ده صغير شويه. ودوت كبير شويه للبنت الكبيره، حلوين قوي برضو ويعيشوا. اشتريت كمان يا بنات استلات كده صلاة للبنات، ده لبنتي الصغيره، لونه عجبني، جبته لها اكس اكس عشان يكفي معاها فتره. ده بحوالي ب15 ريال. وده البنت الكبيره شويه، ده كبير شويه ولونه غامق برضو، لونه عجبني كده، برضو بنفس السعر. واشتريت لي كده عبايات من هناك، جبت لي عبايتين كده على الموديل السعودي يعني، شكلها عجبني قوي، الشغل بتاعها ده كده من فوق صدرها، وليها كده من الجنب سوسته تتقفل من هنا كده عشان ايه تلم الصدر يعني، مقفوله كويس قوي، حلوه. ده كده الشغل اللي فوق، وده الشغل كده اللي على الكمام، ده شكل الكم بتاعها، وده الكم التاني. بس للاسف بقى طرحتها ما فيهاش نفس الشغل ده، طرحتها سودا عاديه خالص، ما فيهاش اي شغل. وشكلها كده من تحت، ده شكل الديل بتاعها كده من تحت، الطرف بتاع العبايه شكله حلو قوي برضو، والشغل بتاعها عجبني جميل. ده كده شكلها. كنت جايباهم يعني للعيد، بس طبعا ملحقتش اعيد، قضيت العيد في الطريق، فمرضيش ابهدلها معايا يعني في الطريق، ان شاء الله البسها بقى في العيد الكبير باذن الله. جبت واحده كمان، ده كده شكلها، يا رب يكون واضح. الشكل ده جديد كده على جنب كده الشغل بتاعها، فعجبني شكلها، ونازله على واسع كده من تحت، فعجبتني برضو. دول الواحدة منهم كانت صح يعني، صاحب المحل كان بيقول لي الواحدة ب110 ريال، طبعا انا خدتهم منه الواحدة على 80 ريال،
بس للاسف بقى اللي مزعلني ان ملهاش الطرحه مش نفس الشكل. بس طبعا كنا مستعجلين، والواحد كان بيرجع من الصلاة بيبقى خلاص بقى يعني عايز ينام بشكل يعني مقضيين اليوم كله هناك. الحمد لله يا رب. ده الكم بتاعها برضو في جزء كده وجزء كده. بس دي كده يا بنات كانت مشترياتي، حبيت اقول لكم بس ايه عليهم، واقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا. وان شاء الله انتظروا مني المزيد. وعايزه اقول لكم بقى يا بنات ان العمره ما شاء الله الحرم بقى كبير جدا ومحتاج مجهود. ما شاء الله التوسعات اللي في الحرم بقت مخليه يعني المكان كبير ومحتاج مجهود جدا في المشي. فهي عايزه صحه وعايزه مجهود كده. ولازم كمان نصيحه مني اللي يروح يعمل عمره يحفظ كده المكان اللي بيخرج منه ورقم الباب، لان الابواب هناك كتير قوي مترقمه ومتنظمه، بس عايزه الواحد يحفظ. يعني انا في الاول كده بقيت تايهه مش عارفه، فبقيت كنت بمشي كتير قوي قوي بصراحه. لما كان ظهري كنت بتعب جدا، وبعد كده بقى لما حفظت المكان يعني بقى الموضوع سهل عليا، بقيت اعرف. بس برضه عشان مجرد ان انا اطلع من الحرم اوصل لحد الباصات اللي هنركب منها مشوار كبير جدا وعايز مجهود. فربنا يا رب يتقبل ويعين كل حد رايح يعمل عمره. وعايزه اقول لكم انا كنت زعلانه قوي قوي وانا راجعه. اول ما عرفت ان العيد بكره زعلت جدا. الناس كلها كانت عماله تزغرت في الحرم، بس انا حسيت ان انا زعلانه قوي. حسيت ان انا هطلع من الجنه واروح بقى للدنيا وتعبها وشقاها. فكنت زعلانه قوي بصراحه. لكن الحمد لله ربنا يا رب يكتب لنا كده الجنة يا رب. يعني احساس كده كأن انا خلاص بقى خلصت حساب ودخلت الجنة، بس اصلي واكل وانام واصلي وعبادة وبس. مفيش اي هموم دنيا، مفيش اي تفكير في الدنيا. فكنت مبسوطة قوي وانا راجعة بقى. حسيت ان انا راجعة للعذاب تاني بصراحة، فكنت زعلانة. بس الحمد لله ربنا بقى يحسن عملنا كده في الدنيا ان شاء الله، وربنا يا رب يكتبها لكم ويمتعكم بيها ان شاء الله. حاجة بصراحة متعة، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر. وانا اسفة على الاطالة. وان شاء الله تنتظروا مني بقى فيديوهات جديدة، واشوفكم في فيديو جديد على خير باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.